يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للشهادة. نحكي اليوم على مدينة التاريخ والحضارة، مدينة تعرفت بسحرها الفتان واللي تعرفت بجمال البيبان. نحكي اليوم على المدينة العربية في تونس، مدينة معروفة بأبوابها اللي تمثل تاريخ ورمز الأصالة والشموخ. المدينة عندها تاريخ كبير وفيها برشا معالم تاريخية موزعة بين معالم دينية ومدنية وعسكرية، ونلقاو فيها برشا أسواق اللي تعتبر تحف معمارية ونموذج للتطور المعماري في تونس. المدينة العربية حاضرة في ذاكرة الأجيال وراسخة في ذاكرة المبدع والفنان، وعلى خاطرها مدينة حافظت على سحرها الخاص وطابعها التونسي، صنفتها اليونسكو عام 1979 بصفتها تراث ثقافي للإنسانية. اللي يدور في المدينة ينبهر بجمال مساجدها، ومن أبرزهم جامع الزيتونة اللي يعتبر تحفة معمارية. هالجامع مدرسة الأجيال وعنوان التسامح، وهو يحمل تاريخ تونس الحاضر والمستقبل. تتجول في المدينة وتشم ريحة المشموم والزهر والقهوة العربي البنينة، يحكيولك على قهاوي المدينة القديمة واللي تمثل جزء من التاريخ، ومنهم قهوة الشواشين وقهوة المرابط. وفي سيدي رمضان تحلى اللمات والقعدات، وفي المدينة العربية نتذكروا الحكايات وأيام البيات. وهذه كانت حكاية المدينة العربية في تونس.